معظمكم ما يعرفش ايه اللي ورايا ده، بس المكان ده فيه سر يخصنا كمصريين، سر كبير قوي بقاله سنين. انا النهارده جاي اكشف عنه. السر اللي هكشفه لكم موجود هنا في المكان العملاق ده، في اتجاهي لكشف السر. الدخول لبوابة السر. كل الناس دي واقفة بتتفرج على السر اللي انا جاي اكشفه، بس اللي انا هقوله محدش قال. The key of Egyptian hieroglyphs، اللي كشف اللغة الهيروغليفية، هو ده حجر رشيد. ودي أكبر قطعة وأهم قطعة إحنا عايزينها. ما هو طبيعي يا جماعة لما تكون قطعة هي اللي كشفت حضارة كاملة يبقى إحنا عايزينها. بس أنا هقول لكم بقى سر محدش يعرفه عن حجر رشيد. الحجر ده تقريبا تلتينه مثلا، في تلت مفقود، ومع ذلك بالتلتين دول قدرنا نجيب حقيقة حضارة كاملة وفكينا الشفرة بتاعتها. النقطة التانية إن الحجر يبان لكم إن لونه أسود، لكن هو لونه الحقيقي مش أسود، لونه الحقيقي رمادي. دي كانت مادة إزالة تنظيف في القرن ال 19 استخدموها فتحول للون الأسود. بعد إذنكم دي أهم قطعة لازم نطالب إنها ترجع، وإحنا حضارة كاملة اتبنت على الحجر ده اللي موجود هنا في المتحف البريطاني، والناس كلها بتيجي تتفرج عليه مع شوية الحاجات بتاعتنا، والله بتاعتنا. أنا هنا في المتحف البريطاني، يعد من أكبر متاحف العالم، ممكن رقم 9 أو رقم 10. معظم الآثار أو الحاجات اللي بتتعرض هنا مش بتاعت إنجلترا أساسا، لا إما الحضارة اليونانية، لا إما الإغريقية، لا إما الصينية، لا إما اليابانية. وأكبر سيكشن موجود هنا هو سيكشن الحضارة المصرية بتاعتنا إحنا. ودلوقتي المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم من حيث عدد قطع الآثار، مش المساحة، لأن أكبر متحف في العالم من حيث المساحة هو اللوفر اللي في باريس. انا احمد هلال هقول لك. حتى البريتش ميوزيوم شوب الحاجات كلها اللي بتتباع حاجات مصريه. انا محتاج اعرف المج اللي هو فرعوني ده مصنوع فين يعني. بريتش ميوزيوم طبعا مش هكتبه مصنوع فين، بس اي داوت انه في مصر، تقريبا يكون مصنوع في الصين. هقول لك.